سيرجيو راموس مهدد بالغياب عن ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو. برشلونة يفاوض ليونيل ميسي لتجديد عقده. في بيان رسمي، ريال مدريد يشن هجوما عنيفا على حكم الكلاسيكو سي ميلان في مفاوضات متقدمة مع البارسا بشأن توديبو. صفقة ليفربول الأولى تمهد لرحيل محمد صلاح عن الريدز. وأخيرا توتنهام مستعد لبيع كريستيان إريكسن، وريال مدريد يشعر بالخطر. حقق فريق ريال مدريد الأهم من رحلته إلى كاتالونيا، ونجح في فرض أسلوب لعبه وسيطرته على مضيفه البارسا في مباراة كلاسيكو الأرض، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وظهر دفاع ريال مدريد بصورة رائعة خلال المباراة بقيادة قائد الفريق سيرجيو راموس، وحوله الثلاثي المتألق رافائيل فاران وداني كارفاخال وفيرلاند ميندي. وشهد الشوط الأول من المباراة كرة هدف محققا والمرمى خال من الحارس تيبو كورتوا، ولكن راموس أنقذها بمهارة من على خط المرمى. وكشفت التقارير في الساعات الماضية على أن مشاركة سيرجيو راموس في مباراة ريال مدريد القادمة في بطولة الدوري الإسباني هي محل شك كبير، ويواجه الميرينغي نظيره أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل في مباراة مهمة ضمن الجولة 18 من عمر الليغا. وقالت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن سيرجيو راموس عانى من إصابة خلال المباراة أمام برشلونة، ونوهت إلى أن الكابتن في مباراة الأمس أصبح أكثر لاعب في التاريخ يشارك في مباريات الكلاسيكو. لعب الشوط الثاني من المباراة وهو يعاني من الإصابة بالتواء في الكاحل الأيسر. يفاوض نادي برشلونة الإسباني والد الهداف التاريخي للنادي الكتالوني ليونيل ميسي لتمديد عقد اللاعب والذي ينتهي 2021. وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إن إدارة البارسا اجتمعت مع خورخي ميسي، وشوهد والد البرغوث في النادي كما حضر إلى الكامب نو لمتابعة الكلاسيكو. وأشارت الصحيفة أن جوزيب ماريا بارتوميو منح ميسي عقدا جديدا ينتهي في 2023 ليضمن استمرار البرغوث بعد انتهاء فترة إدارته للنادي ورحيله صيف 2021، إذ لا يحق له دخول الانتخابات المقبلة. وكان ليونيل قد أكد في أكثر من مناسبة رغبته بالاستمرار في برشلونة لأطول فترة ممكنة. كما تحدث صديقه لويس سواريز أن تصريحات البولغا عن الاعتزال تم فهمها بشكل خاطئ. شهدت مباراة الكلاسيكو حالات تحكيمية مثيرة للجدل، الأمر الذي جعل إدارة نادي ريال مدريد تصدر بيانا تندد فيه بالأداء التحكيمي خلال اللقاء، نظرا لعدم احتساب حكم اللقاء أليخاندرو هرنانديز أو تقنية التحكيم بالفيديو ضربتي جزاء استحقهما لاعب الفريق الملكي رافائيل فاران. وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني عقب المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء: فاران تعرض لتدخل عنيف من كليمون لينغلي، وبعدها بدقيقتين قام إيفان راكيتيتش بجذبه من القميص. وتابع كان فاران محورا لأكثر لقطتين مثيرة للجدل في الكلاسيكو بملعب كامب نو، فاللاعب الفرنسي كان يستحق الحصول على ضربتي جزاء، لكن هرنانديز لم يحتسب أي منهما. في دقيقة 17 تقدم مدافع ريال مدريد للعب ضربة الركنية، وبعدها تعرض لتدخل عنيف من كليمون لينغلي في فخذه الأيمن داخل منطقة الجزاء، لكن لا الحكم ولا حتى تقنية الفيديو التي تواجد فيها الحكم دي بورغيس أي منهما لم يلاحظ أنها ركلة جزاء. وأنهى الريال بيانه الرسمي قائلا: بعد دقيقتين وفي ضربة ركنية جديدة جذب إيفان راكيتيتش المدافع من قميصه مما أسقطه داخل منطقة الجزاء، ولكن مرة أخرى لم يقرر الحكم أو حتى تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء. أكدت شبكة كالتشو ميركاتو اليوم أن نادي سي ميلان الإيطالي في مفاوضة متقدمة للغاية مع نادي برشلونة بشأن التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو في يناير المقبل. وانتقل المدافع الشاب صاحب 19 عاما إلى برشلونة في شهر يناير هذا العام قادما من تولوز الفرنسي بمبلغ €1,000,000، ولكنه حتى هذه اللحظة لم يحصل على الفرصة الكاملة مع فريقه الحالي برشلونة، سواء في الموسم الماضي أو هذا الموسم، حيث شارك هذا الموسم في بعض المباريات التي يحتاج فيها إرنستو فالفيردي لإراحة الأساسيين. وأوضحت الشبكة الإيطالية أن المفاوضات بين برشلونة وميلان في مرحلة متقدمة للغاية، وأن كلا الطرفين على استعداد لحل مشكلة كبيرة تتعلق بنوع الصفقة التي ستكون بشأن المدافع الفرنسي جان كلير توديبو. وقالت أن نادي ميلان يريد التوقيع مع توديبو في يناير على سبيل الإعارة مع بند الشراء الدائم، ولكن في المقابل يريد البارسا بيع الفرنسي بشكل نهائي مقابل €20 مليون
وهناك مفاوضات من الإدارة الإيطالية لمحاولة تقليل المبلغ. بدأ نادي ليفربول الإنجليزي الانتقالات الشتوية مبكرا، حيث أعلن النادي اليوم عن ضم اللاعب الياباني المميز تاكومي مينامينو قادما من صفوف فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي لمدة 4 أعوام ونصف. وجاء التعاقد بعدما دفعت إدارة الريدز الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بقرابة 7.25 مليون جنيه استرليني. الساموراي قدم أداء رائعا رفقة سالزبورغ واستطاع أن يخطف الأنظار تجاهه، وفي النهاية استطاعت إدارة الريدز أن تظفر بجهود اللاعب. تدعيم قوي للريدز خلال موسم الانتقالات الشتوية، فالفريق يريد أن يدعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين للاستمرار في المنافسة ومواصلة تحقيق الألقاب. وأمام الريدز فرصة كبيرة من أجل تحقيق لقب البريمير ليج بعد غياب دام قرابة 30 عاما، حيث يتصدر ليفربول حاليا جدول الترتيب ب49 نقطة جمعها من 17 مباراة. استطاعت إدارة ليفربول في الفترة الماضية الحفاظ على القوام الأساسي طمعا أن يحقق الفريق لقب الدوري بعدما خسره الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة لصالح مانشستر سيتي. وبحسب ما ذكرت الصحف، فتعاقد ليفربول مع النجم الياباني مينامينو الذي يجيد اللعب في كافة مراكز الهجوم سواء في الجناح أو خلف رأس الحربة أو حتى كمهاجم صريح قد يكون رسالة غير مباشرة مفادها فتح باب الرحيل أمام الفرعون محمد صلاح خلال الفترة المقبلة. ولكن رحيل صلاح عن ليفربول الذي يرتبط بعقد معه حتى عام 2023 سيكون مشروطا بمبلغ ضخم يضخ لخزينة النادي من أجل التفريط في خدمات الفرعون المصري الذي سطر تاريخا كبيرا مع الريدز منذ انضمامه إليه. وسيكون رحيل صلاح أشبه بما حدث مع كوتينيو عندما رحل إلى البارسا بما يقارب 140 مليون يورو. واستطاعت إدارة الريدز بأموال النجم البرازيلي ضم ثنائي مميز للفريق وهما البرازيلي أليسون بيكر حارس المرمى الحالي وصمام الأمان، بالإضافة إلى فيرجيل فان دايك مدافع وقائد الفريق. وآخر التقارير الإنجليزية تفيد بأن إدارة ليفربول تفكر في رحيل صلاح بمبلغ خيالي من أجل الاستفادة من هذه الأموال للتعاقد مع العديد من اللاعبين لتقوية صفوف الريدز. ولعل أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي المصري ريال مدريد، خاصة وأن هناك ما يفيد برحيل جاريث بيل عن قلعة سانتياغو برنابيو بسبب أزماته داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة. أكد دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على أنه لا يمانع فكرة بيع النجم الدنماركي كريستيان إريكسون إلى أحد المنافسين المباشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وارتبط إريكسون بالرحيل عن توتنهام في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث سيحاول توتنهام التخلص منه لتجنب رحيله مجانا في الصيف، وذلك لكون عقده ينتهي مع النادي عقب نهاية الموسم الحالي. ويعد مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات إريكسون، لكن التقارير الصحفية كانت تؤكد أن إدارة السبيرز ستحاول بيع النجم الدنماركي لناد خارج إنجلترا وليس لأحد المنافسين المباشرين. ويبدو أن هذه التقارير لم تصب الحقيقة، حيث نقلت صحيفة ديلي ميرور البريطانية تصريحات دانيال ليفي التي قال فيها: نحن بصراحة لا نخاف من التجارة مع منافسينا. وعلقت صحيفة آس المدريدية على تصريحات ليفي بأنها تشكل تهديدا مباشرا على ريال مدريد بإمكانية خسارة الصفقة لمصلحة الشياطين الحمر في يناير القادم، حيث كان النادي الملكي يظن أن له الأفضلية في عملية المفاوضات بحكم أن منافسه في الصفقة هو نادي إنجليزي. ومما لا شك فيه ما زال ريال مدريد مهتما بالتعاقد مع إريكسون، لا سيما وأن الصفقة ستتم مقابل مبلغ زهيد ربما لا يتجاوز 20 مليون يورو، علما أن قيمة اللاعب السوقية تصل إلى 90 مليون يورو حاليا. إلى هنا أحباء الكرام انتهى حصادنا. شاركونا آراءكم في التعليقات. هل يرحل محمد صلاح عن نادي ليفربول؟ وأين ستكون وجهته المحتملة؟ أيضا أين ستكون وجهة إريكسون في سوق الانتقالات الشتوية القادم؟ اتركوا لنا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أولا بأول.